صباح الخير أو مساء الخير على حسب بتشوفوني امتى. شايفين القمر اللي قدامكم دي؟ أيوة، هي كفتة الفراخ. هنعمل كفتة الفراخ بطريقة تحفة وسهلة، وأضمن لكم ان هي هتبقى جوسي ومتماسكة زي ما انتوا شايفين كده. يلا بينا على المقادير. معايا هنا فلفلاية كبيرة حمراء وبصلاية كبيرة. هضرب الكلام الجميل ده كله، واهم حاجة منساش رشة الملح. هضربه ناعم زي ما انتوا شايفين كده، وهبدأ اصفيه بحيث ينزلي المية بتاعت البصل والفلفل. هصفيها كويس قوي. هنا عندي كوباية من اللية، كوباية صغيرة من اللية مفرومة، ونص كوباية من البقدونس. هنا عندي كيلو، نص صدور على نص شيش. واهم حاجة ان يبقى فيه اوراق ما في الكفتة، لان هي بتديها طعم تحفة قوي. يفضل يعني لو ما عندكيش عادي ممكن تستخدمي الصدور بس. وهنزل عليهم بكوباية اللية. هفرم الكلام الجميل ده كله مع بعضه. بعد ما يتفرم هنزل بالبصل والفلفل والبقدونس، ومعلقة كبيرة نشا، ومعلقتين كبار من البقسماط، ومعلقة كبيرة من المرقة الفورية بتاعة الفراخ. والملح طبعا حسب الرغبة. معلقة صغيرة فلفل اسود وبهارات فراخ، ومعلقة صغيرة من البابريكا، ويفضل لو تكون مدخنة. هقلب بقى الكلام الجميل ده كله بإيدي كويس جدا، بحيث كل التوابل والخضار والفراخ المفرومة كله يتجانس مع بعضه. دي أهم خطوة يا جماعة، ان انتوا لازم تقلبوها كويس قوي. وشايفين ما شاء الله متماسكة وما بتلزقش وزي الفل. الخطوة الجاية اني هغطيها بستريتش وهسيبها في التلاجة اقل حاجة ساعتين. هنا عندي مية البصل والفلفل، هنزل بمعلقة كبيرة دبس، ومعلقتين من الكاتشب، وملح وفلفل اسود وبابريكا، وعصرة نص ليمون، ومعلقة من صلصة الطماطم الجاهزة. وما ننساش معلقتين كبار من زيت الزيتون. هنا بقى الخطوة دي مهمة قوي. هجيب هنا 5 أعواد من شيش الطاووق واحطهم جنب بعض زي ما انتوا شايفين كده. تمام. الخطوة دي اختياري يا جماعة. هقفل الطرفين زي ما انتوا شايفين برضو، وهجيب هنا ورقة من الألمنيوم هحط فيها الأعواد اللي أنا جمعتهم جنب بعض، هقفل عليهم زي كده. الخطوة دي عشان تديني في الآخر فكرة السيخ الحديد العريض. هو ما كانش عندي، فالجيش قالك اتصرف، وانا كان لازم اتصرف. عملتها بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. اتمنى الخطوات تكون واضحة. بتعملي بقى العدد اللي يناسبك. انا عملت 6 أعواد من الشكل ده زي ما انتوا شايفين كده، كأنها سيخ حديد عريض. هنا عندي الكفتة بعد ما سبتها في التلاجة ساعتين. هنا عندي كوباية مية ساقعة قوي، احط ايدي فيها، وبعدين هاجي بشويش كده امسك كمية من الكفتة اللي انا حضرتها. شايفين بتتلم معايا. وهنا كوباية المية دي عشان تساعدني ان هي متلزقش في ايدي خالص، واعرف اشكلها بمنتهى السهولة، تبقى ناعمة كده وطرية معايا وانا بشكلها. ده الهدف من كوباية المية الساقعة. مش حباه عادي، مفيش مشاكل، ما تستخدميهوش. هبدأ اشكلها كده وهفردها على السيخ بتاعي زي ما انتوا شايفين. وكل ما احس ان هي بدأت تبقى صعبة معايا في الفرد، هبل ايدي يا دوب شوية مية بسيطة خالص. تمام. وهاجي بالصباع بتاعي الكبير، هبدأ اضغط كده عليها زي ما انتوا شايفين. بالصباعي كده هبدأ اضغط بحيث تديني الشكل اللي قدامكم ده. بصباعي الكبير. الخطوة دي كلها بصباعي الكبير بس ان بضغط. هعيدها تاني معاكم. هاجي بصباعي الكبير وهضغط زي ما انتوا شايفين كده. هتتشكل معايا بمنتهى السهولة، وهيبقى شكلها تحفة كأنها جاهزة بالظبط. ده شكلها. خلصت الكمية بتاعتي كلها زي ما انتوا شايفين، كأنها جاية من برا جاهزة. شكلها بجد فانسي قوي، وشكلها مبهج ومفرح كده. هاجي بقى على الخليط اللي انا عملته من مية البصل والفلفل. هبدأ كده احط بالراحة بالفرشة بتاعتي على الكفتة بتاعتي اللي انا صبعتها بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. هحاول على قد ما اقدر اشربها من الخليط اللي انا عملته ده، وبتديها طعم فوق الرائع بجد ما يتوصفش. هو يتعمل ويتاكل على طول. اتمنى تجربوها من كل قلبي بجد. تمام. هجيب هنا بقى الجريل بتاعتي او الطاسة، او تقدري في الاير فراير او في الفرن، الطريقة اللي تريحك.
هبدأ كده تبقى النار هادية مايلة لمتوسطة. تمام، اول ما تاخد معايا لون هقلب على الناحية التانية، وهبدأ برضو ازودها من الخليط اللي انا عملته ده. وطبعا الخطوة دي براحتك، انا حطيتهم كلهم في طبق. شايفين يا جماعة طالعة متماسكة وتحفة، وريحتها وطعمها كانوا تحفة. هجيب حتة فحماية وعليها شوية زيت، هبخر الكفتة بتاعتي واقفلها بورق فويل، والخطوة دي اختياري. هنا عندي شوية من البقدونس وبقوا بصلاية جوليان وشوية طماطم احط عليهم سماق، وشوية من الملح، ورشة كده من من الليمون. هقلب الكلام الجميل ده كده وخلاص، ده بقى جاهز. هجيب بقى رغيف التورتيلا بتاعي هحطه على الجريل، وهديله طبعا شوية من الخليط اللي انا عملته ده، وهفرش تحته احلى كفتة واطعم كفتة فراخ في الدنيا. بجد جربيها، وعلى ضمانتي هتطلع خطيرة ووهمية. هنا بقى ابتديت ارص السندوتشات، احط صباع من الكفتة والشطة والبصل بالسماق اللي انا عملته، وحبيت ان انا الفه على الجريل عشان يبقى ناشف كده في نفس الوقت ويتحمص. وكلناه وكان طعمه تحفة. اتمنى تجربوها بألف هنا وشفا. شايفين الكفتة متماسكة ازاي وفي نفس الوقت جوسي. كانت خطيرة يا جماعة، بجد مش قادرة اتكلم عنها. اتمنى تجربوها.